السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. جايه لكم النهارده زي ما انتم شايفين كده عن فوائد الاعشاب واضرارها وحاجات مهمة جدا هقول لكم عليها تخلي بالكم منها، لانها فعلا لو ما خليتوش بالكم منها بتسبب لا قدر الله حاجات كتير، ربنا يعفي عننا كلنا. انا عارفة ان في بنات كتير وستات يعني بيستخدموا اعشاب. ومعظم الفيديوهات دلوقتي اللي بتنزل مثلا الناس اللي بتبحث عن طرق تخسيس او اي حاجة لعلاج الشعر او علاج الجسم او ليها استخدامات كتير يعني اي حاجة بتلجئي بيقولك مثلا الاعشاب. هي طبعا الاعشاب بيبقى ليها فوائد كتير، بس عايزة اقولك ان انتي لازم تاخدي بالك من خطوات كتير قبل ما تستخدمي الاعشاب دي. اول حاجة ان انتي لازم تكوني جايبة الاعشاب من مكان موثوق فيه، يعني مش اي عطار تروحي تجيبي منه الاعشاب دي ما انتيش عارفة ايه مصدرها او انتي عارفة ان هي جودتها كويسة ولا لا. لازم يكون العطار ده يكون معروف وعارفة الحاجة بتاعته تكون كويسة. تاني حاجة لازم تخلي بالك انك تنضفي الحاجة كويس قبل ما تستخدميها. اذا كانت حاجة هتشربيها او حاجة جايباها لاستخدامك الشخصي لازم تنضفيها كويس جدا، لانها بتكون فيها تراب اكيد طبعا، وبيكون فيها حصى وبيكون فيها حاجات كتير قوي. تخيلي كده ان انتي بتشربي حاجة فيها تراب، فطبعا دي حاجة هتضر جدا، هتضر اكتر ما هتنفع. فخلي بالكم يا بنات ان انتوا بجد تنضفوا الحاجة كويس جدا جدا. اي عشب اي حاجة ان انتي تنضفيها كويس جدا قبل ما تستخدميها، اذا كانت هتتنقع او هتتغلي او ايا كانت ايه هي، ان انتي يعني تغسليها وتنقيها كويس جدا. خلي بالك كمان ان انتي ما تكتريش من شرب الاعشاب بشكل يومي. زي مثلا انا عارفة ان المرمرية طبعا اكيد في ناس كتير عارفة المعلومة دي انها بتخسس وكده، وفي بنات كتير يعني سمعت ان هي بتمشي عليها بشكل يومي. تسمعي وصفة مثلا ان انتي تمشي عليها بشكل يومي لمدة اسبوعين هتلاقي فرق معاكي. انا بصراحة مفضلش حاجة زي كده، لان الحاجات لما بتبقى كتيرة لما هتشربيها كل يوم هتعملك اعراض جانبية. فخلي بالك من الحاجة دي كويس جدا، وكمان بتسبب حصاوي على الكلى واضرار كتير جدا، ربنا يعافينا كلنا. تمام يا بنات، فالحاجة لما تكون يعني تقللي منها وتاخديها كده بشكل يعني لا تكتري قوي ولا تقللي قوي، هتاخدي منها النفع بتاعها ومش هتضرك. خلي بالك كمان ان انتي لما تيجي تشتري الاعشاب دي، حتى لو هتستخدميها للاكل زي مثلا الفلفل والكركم وورق السدر والجنزبيل والقرفة وكل الحاجات دي، حاولي ان انتي تجيبيها بحجمها الطبيعي، يعني تجيبيها حبوب او ورق زي ما هي عشب زي ما هو، وتنقيه وتغسليه يعني قصدي تنقيه كويس جدا وتطحنيه انتي في البيت، لان طبعا هو لما بيكون مطحون عند الراجل هو بيطحن من غير رقابة ومن غير غسيل ومن غير اي حاجة. وطبعا بيكون معاه تراب كتير، وممكن كمان يكونوا مش بينضفوا التراب ده عشان يزودوا الوزن. وطبعا احنا اللي بنكون الضحية، فخلي بالك كويس جدا من صحتك، وان انتي لو الحاجة بتتغسل، لو العشب ده بيتغسل وبيتنقى تغسليه وتنقيه. لو بس بيتنقى بتنقيه كويس جدا وتقومي طحناه. خلي بالك كويس جدا من الحاجات دي. انا عارفة ان في بنات كتير جدا جدا بتستخدم اعشاب، عشان كده طلعت اتكلم عن الموضوع ده. عايزة اقولك بقى اخر حاجة، خلي بالك جدا الناس والبنات الحامل وطبعا مرضى السكر والضغط والاطفال، دول اكتر ناس بيبقوا عرضة للاثار الجانبية من الحاجات دي، لان طبعا بتكون مناعتهم ضعيفة. فخلي بالكم كويس جدا يا بنات وانتوا بتستخدموا الحاجات دي، وكل سيدات واي حد بيسمعني يخلي باله وهو بيستخدم الحاجات دي، هي كلها وقاية مش اكتر. يعني هتخلي بالك منها. ربنا بإذن الله يعافينا ويعفي عنكم اي حاجة وحشة ويبعد عنكم اي حاجة وحشة. يا رب يا بنات ان انتوا تكونوا استفدتوا وان الموضوع يكون عجبكم، وان اللي انا قلته يعني يكون افادكم بحاجة. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلك كل جديد. وما تنسوش تسيبولي تعليقاتكم تحت الفيديو عشان اعرف رأيكم في الفيديو، لو عندكم افكار لاي فيديوهات تانية او عايزين نتكلم في اي موضوع تاني. وكل سنة وانتم طيبين، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة حبايبي.